السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا على خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، واخا عطلته بزاف اللي بعيد على الطياب والفلوقات والتدابير ديال البيت. واحد التجربة اللي زوينة بزاف على اني صبغت راسي. صبغت البيت كيف ما كتشوفوا. اللي عجبني في هذا الشيء على اني حاولت، درت واحد التجربة وما ندمتش عليها، وحتى الطريقة ديالها ساهلة، وقلت علاش ما نجربهاش. الدار في الأول، أولا بالنسبة للبيت كان في واحد اللون كان مصبوغ بلون مغلوق. أول حاجة كنحتاجو شي سطل ديال الصباغة، يقدر رولو كيدخل فيه. وبالنسبة الكرياج، هاد الحديدة سميتها الكرياج، أنا تعلمت هاد الاسم راه من الصباغة. كرياج ديال الصباغة راه كيكون عند دروغري، عنده أصلا دروغري عنده الدوزان كامل ديال الصباغة. هادي الدور ديالها كيسوس لك الرولو باش ما يقطرش لك الصباغة في الحيط بزاف. وكنحتاجو البانسو، كنحتاجو قرعة الماء باش نتحكمو في الصباغة شحال غنزيدو فيها، حيت هي الصباغة ديال الماء. ورولو صغير ورولو كبير. الرولو الصغير غير باش نخدمو القناة، نخدمو شي بلايصة يعني. والسكوتش هادي ديال الصباغة، هادي غنغطيو البريزات غير باش ما يطاشاوش لينا. واخا يطاشاو البريزات راه كتحيد هاد الصباغة، كتحيد غير بالماء لأن أصلا الصباغة ديال الماء. كنغطيوهم. هنا أول حاجة من بعد ما غطينا البريزات، إلا كان اللاندوي بالنسبة للحيط اللي ما مصبوغش وكنتو درتو اللاندوي، إلا كانوا شي تقابي في الحيط نعمروهم باللاندوي، أولا درنا اللاندوي نحكو الحيط غير بالكاغط يعني ديال 180، غير حكة خفيفة. ونشطبو الحيط ونشطبو الأرض، ضروري هادو نشطبوهم قبل ما يتصبغ البيت، حيت ملي كيتصبغ عاد تبداي تشطبيه غطاش هاديك الصباغة، يعني غتولي فيها هادوك الحبيبات ديال التراب أولا. أول حاجة هنا خدينا السطل، ما خويتش الصباغة كلها، خديت غير واحد، حيت هاد البيت على حسب اللون اللي فيه غنحتاج شي تقريبا ثلاثة ديال الكوش اللي غندير للبيت. الكوش الأولى خديتها واحد القدر ديال الصباغة وغنخلط معاه الماء. غنحاول نخففها في الأول، غنحاول نخففها. ولا كان شي صباغة خفيفة وبغيتو تبدلوها ترجعوها لبياض، كتقدروا ديروا غير كوش وحدة ولا جوج ديال الكوش. أنا بالنسبة لهاد اللون يعني نحاول خاصني نغطيه، درت هنا 3 كوش ديال الصباغة. هنا خلطتها بشوية الماء، غير خففناها غير شوية. وحاولوا ديروا قرعة صغيرة باش تحكموا في الماء. وتقدروا ما ديروش الليغون، انا هنا درت الليغون، انا كنسحبها بانه مضر بالنسبه لليدين، ولكن لا، عادي. هاد الصباغه ما كضر لا بالنسبه للريحه، ما فيهاش الريحه، وما كضرش بالنسبه لليدين. هنا كتشوفوا الحيط من بعد ما شطبت ونقيت الارض. انا بديت كنصبغ، درت هنا غير الرولو الصغير حيت عندي واحد البودره هنا، يعني ما غنحتاج ندير الرولو الكبير. واللي عنده العلو في الدار بزاف، انا هنا راه درت السلوم طالعه على السلوم، اللي كيخاف من الطلوع ديال السلوم اولاده يدير غير العصا ديال الكراطه اولا العصا ديال الشطابه ويديرها في هاد الرولو ويصبغ. هنا القدر ديال الماء عينكم ميزانكم، يعني ما تحاولوا ما تخفوهاش بزاف. راه في الكوش الاولى راه يعني كتشوفوا الصباغه يعني بدات كتغطى اللون، بدا كتغطى هاد اللون موف. هاد اللون طلع لي في الراس، حاولت بغيت البيت بغيت غير اللون الابيض. كيفتح اللون الابيض كيفتح الغرفه، وكيخلي البيت كيبان لك كبر من كيبان كبير. راه تجربه زوينه، وكنتمنى كلشي اللي عندو شي بيت وبغى يصبغو اولا هذا
يزعم يعني التجربة يعني حلوة وزوينة. بالنسبة هنا للصباغة، الثمن ديالها بالنسبة للأطلس، أنا ما كنديرش إشهار لهاد الشركة ديال أطلس، راه غنية عن التعريف، ولكن بالنسبة الكاواتشو راه زوينة هاد الصباغة وما تندموش عليها. 10 كيلو، بروميير شوا 190 درهم، وبالنسبة للتانية يعني دوزيام شوا 170 درهم، ما بيناتهمش واحد الفرق، ولكن راه صباغة زوينة. والمدة باش كديروا الكوش الأول وكتعاودوا الكوش التاني، حاولوا تخليوها هما كاتبين غير ساعة، ولكن راه خليتوها حتى ساعتين راه زوينة، هي كتنشف داغي. وفي الأخير ضروري ما غدار كولا قريفي، يعني هذاك الكولا هي شفافة، كدار في الأخير على قبال غير على حساب بالنسبة للسيدات كيبغيو يغسلوا الحيوطة بحال هكدا، أولا كان شي طاش بالنسبة للوليدات يحطوا يديهم، حيت اللون الأبيض كيكون شوية حساس يعني بالنسبة للأوساخ. هاد كولا غريفي هو الحل ديال الصباغة البيضا، كدوزيها من الفوق حتى كتنشف الصباغة، حتى تقريبا واحد 24 ساعة، حتى الغد ليه أولا صبغتي في الصباح حتى الليل، واحد الكوش خفيف كيدوز غير طبقة وحدة، وكتكون قابلة للغسيل. واللي زوين فيها على أنها ما فيهاش الريحة. النتيجة ديال البيت هذه من بعد ما دوزت ليها كولا غريفي، طلع لي اللون زوين، وحتى بالنسبة للبياض ديال هاد الصباغة أطلس راه كتبقى كل ما نشفات كل ما عطات لون كتر، كتعطي واحد البياض لامع وكتعطي واحد البياض زوين. وحتى اللون موف على أنه بحال البيت عمره ما تصبغ باللون الموف. هاد التجربة راه قلت لكم زوينة، وفي نفس الوقت أنا ما درتش هاد الفيديو على أن باش من كاين اللي غيقول ضيعت الرزق ديال الصباغة، ولكن لا، أنا من الأحسن الواحد يعتمد على راسو و... ويعرف يقتصد من هادشي كامل، داخلة في حتى بالنسبة للاقتصاد. وبالنسبة لهاد الكاواتشو ديال الماء، حتى الناس اللي كيبدلوا الكرا بزاف وكيتحولوا من دار لدار، من الأحسن هاد الصباغة راه اقتصادية وزوينة. بقى لي دابا هنا الباب غير دوزت عليه كوش خفيفة ديال الفيرني، والنتيجة عجباتني. بغيت تنوض تصبغو غير تزعم، ملي كتخدمي الحاجة بيديك كتعرفي بقيمتها وكتحسي بحلاوتها. ما كرهتكمش حتى نتوما تزعموا، واللي مشى يدير شي صباغة راه ساهلة، راه البدية اللي صعيبة، يعني راه ساهلة وما كتاخدش وقت، واهم حاجة هي طلعت النتيجة رائعة. ومن غيتفرج غنشارك معكم، وكنتمنى الفيديو يعجبكم. مع السلامة.